اهلا بيكم في حلقة جديدة وفيلم جديد، وفيلمنا النهاردة اسمه ذا فاميلي بلان. وبيبدأ فيلمنا في بافالو، وبنشوف دان وده شاطر في بيع العربيات لانه فاهم كويس العملاء عايزين ايه، وبيحصل دان على لقب بائع الشهر للمرة التانية. وبيدخل زميله هال لمعرض العربيات بدخلة مبهرة بتبين حبه للعربيات، وبيبرر ده بان الستات بتحب السواقة السريعة، ولكن باقي زمايلهم شايفينه انسان غريب. ودان بيخرج من المعرض بدري عن ميعاده علشان يروح يحتفل بعيد جوازه النهارده، ومن الواضح انه بيقدس حياته الاسريه وبيحب حياتهم في منطقتهم الهاديه. وبنعرف ان دان عنده 3 اولاد، نينا وكايل وماكس. ونينا بتخطط تروح مع صاحبها لايوا وتغير تخصصها في الجامعه وتتخلى عن طموحها في الصحافه، وده بيبقى ضد رغبه اهلها. اما كايل فهو بيلاقي صعوبه دايما في التحاور مع باباه، وبيختار انه يخرج يزور صاحبه سمير بعد ما باباه كان بيحاول يمنعه عن هوايه الجيمنج. وبيقول له كايل انه منعه عن الجيمنج فسيبني بقى اكون صداقات. وبابا قال له منعتك من اللعب علشان تفجير رؤوس الناس على مدار اليوم طول الاسبوع حاجه مش صحيه ابدا، والمفترض انك كنت هتقعد تراعي اخوك لان ده عيد جوازي وخارجين. وهنا حصلت مشكله بين نينا وكايل على مين هيقعد باخوهم الليله دي اثناء خروج باباهم ومامتهم، فبيتدخل دان بينهم وبيقترح ان نينا تقعد باخوها وكايل هو اللي يخرج يقضي وقت مفيد مع اصحابه. فبتوافق نينا على مضض، ولانها عارفه نيه اخوها الحقيقيه من الخروجه دي، فبيروح كايل عند سمير وبيدفع له $200 ايجار الوقت اللي هيقعد يلعب فيه في الجراج. ومن غير ما اهله يعرفوا اكتسب كايل شهره كبيره جدا في لعبه على الهوا، وكان معروف باسم كيل بوي المشهور بالعاب القتل والقنص. ودان وجيسيكا اتعودوا يحتفلوا كل سنه بعيد جوازهم في الكرنفال، ولكن وهم مستنيين دورهم قدام لعبه الساقيه كان في شباب واقفين بيتفرجوا على الهوا على كيل بوي ومنبهرين جدا، لدرجه انهم خلوا دان وجيسيكا يدخلوا اللعبه بدلهم. ودان بيكون مبسوط بالوقت اللي بيقضيه بالشكل ده، ولكن جيسيكا نفسها في اثاره اكتر من كده. وبعد ما خلصوا لعبه الساقيه وعدها دان ان الخروجات الجايه هتبقى احلى من كده، بس هما بيبوسوا بعض في لحظه كده بيجي واحد وبيلقط لهم صوره من غير اذنهم، فدان بيطلب من الشاب انه يمسحها، ولكن الشاب بيسخر منه وبيكبر الموضوع كمان بانه بيبث الصوره اونلاين، ده غير انه شتمهم وقال له انه فاشل. فجيسيكا بتبعد دان وبتقول له سيبك منهم، ولكن الشاب السخيف ده بيدلق المشروب بتاعه على راس دان وبيتريق على جيسيكا علشان هي مع حد جبان. فبيحاول دان انه يسيطر على غضبه ويبعد عنهم وهم بيضحكوا عليه، ولكن وهم في طريقهم للبيت جيسيكا بتقول له انها ما كانتش عايزاه يواجه المتنمرين دول لانها عارفه كرهه للعنف، بس في الحقيقه هي من جواها حاسه بخيبه امل. وفي البيت بيحاول دان ينسى الموضوع وبيغير البامبرز لابنه، وبيروح على اوضته وبيلاقي جيسيكا نايمه وبتصحى، فبيضحك معاها وبيقول لها انه كان لازم يضرب الواد ده. ولما جيسيكا بتلاحظ زعل جوزها بتعتذر له عن رد فعلها اليوم ده. وتاني يوم بتعبر جيسيكا عن غضبها في تمرين الكيك بوكسينج، وبتبدا كلام مع واحده اسمها جوين وبتعترف لها بمشاكلها مع ولادها المراهقين. وجوين بتقول لها انها هنا في بافالو علشان تزور جوزها السابق. وفجاه جيسيكا بتوجه بدون قصد خبطه جامده على وش جوين، وبسبب الخبطه دي فقعدوا مع بعض شويه يشربوا عصير. وجيسيكا بتقول لها قد ايه هي محبطه بسبب اكتفاء جوزها دان بحياتهم العاديه، وقد ايه كان عندها احلام في السفر وانها تشوف العالم. وجوين بتشتغل اصلا وكيله سفريات وكان لازم تقوم تلحق رحله الطيران، ولكن بتسيب كارت الشغل بتاعها مع جيسيكا لو حبت تسافر في رحله. واثناء التسوق مع ماكس دان بيلاحظ ان في راجل غريب بيراقبه، فحاول يمشي بسرعه ولكن الراجل بدا يهاجمه، فدان بيترجاه يحط ابنه على الارض على الاقل، ولكن البلطجي ما بيسمعوش وبيكمل ضرب فيه، ولكن دان بيفاجئه بضربات قويه وقعته على الارض. ودان بيرجع لبيته وبيسوق في الشوارع بكل ثقه وكانه حد مشهور مثلا، وده خلى جيرانه يبصوا له بصات فضول واستغراب بعد ما حسوا ان في حاجه متغيره. وفي البيت بيفتح دان اوضه سريه مخبي فيها بنادق وجوازات سفر قديمه وكوام من الفلوس، وبنشوفه وهو متوتر وبيتصل باوجي شريكه السابق وبيطلب منه يظبط له بطاقات جديده ليه ولاسرته، وبيعرفوا ان هم في خطر. واوجي بيقول لدان ان رئيسه القديم ماكافري كان بيدور عليه في كل حته، وانه خايف ان صورته اللي نزلت على النت تخليه يحدد مكانه ويعرفه. فدان بيعرض عليه $500,000 مقابل انه يعمل له بطاقات جديده، وبيحدد معاه ميعاد في لاس فيجاس بعد 3 ايام. وبيساله اوجي اشمعنى فيجاس، فدان بيقول له ما انا مش هقدر اقول لمراتي ان انا رايح اقضي اجازه في تيمبي اريزونا، ولكن فيجاس مكان اقدر اضحك عليها بيه. واوجي كان مصدوم ان دان كل ده ما قالش لاسرته حقيقته بانه كان قاتل محترف، وبيحسوا على انه لازم يقول لهم
الحقيقة وإلا هيبقى صعب عليه طول الوقت الهروب من مرتزقة ماكافري مع أسرته اللي ما عندهمش أي فكرة باللي بيحصل. وبسرعة حضر دان شنطة أسرته وراح بسرعة على مدرسة ولاده وبيقطع الاجتماع وبيطلب منهم بنته نينا. وهنا بتفاجئ زميلتها إنها مش معاهم في فصل الصحافة من 3 شهور بسبب صاحبها، فبيعرض عليها $50 علشان تعرفه مكان نينا، بس بتقول له أنا صحفية ومش بفتن على الناس. ولما عرض عليها $100 قالت له دور عليها تحت المدرجات. وبالفعل راح ولقى نينا تحت المدرجات وبدأ صحابها يعاكسوا باباها، ولكن هي كانت منزعجة وهو قال لها قد إيه إنه محبط بسبب تخليها عن حلمها في الصحافة. فردت عليه وقالت له ده أنت حتى ما بتقرأش اللي أنا بكتبه، ولكنه قاطعها وقال لها لا طبعا أنا بقرأه، ولكن عموما مفيش وقت للكلام ده لأنهم كان لازم ياخدوا أخوها من نادي الشطرنج. ووقتها خاب أمل دان تاني لما عرف إن كايل سابه هو كمان، وراحوا على بيت سمير وهناك اكتشف دان إن كايل بيدفع فلوس علشان يلعب على النت في الجراج. ودان بيقول لولاده إنهم رايحين على فيجاس وبيطلب منهم إنهم يبينوا لجيسيكا إنهم مبسوطين بالرحلة وإلا هيقول لها إنهم كانوا بيكذبوا طول الوقت. وفي مكان شغلها راح لها دان وبيقول لها على الرحلة اللي كانت مستنياها، وقدام ترددها وحيرتها اللي كانوا في البداية قدر دان بشطارته إنه يقنعها على طول. فبتوافق جيسيكا بكل حماس وهي فرحانة بشخصية دان الجديدة. بس هما بيتكلموا بيلاحظ دان عربية دفع رباعي واقفة بره المستشفى، فبيقول لجيسيكا إنهم لازم يخرجوا حالا. وفي الباركينج بيظهر رجالة ماكافري وبيشوفوا دان في عربيته، بس بيمر باص بينهم وبيقدر دان بسرعة إنه يهرب منهم، وبيقعد يألف قصص وبيبرر بيها سواقته السريعة دي لولاده. وبرغم إنهم بيطردوه وقريبين منه إلا إنه بيواصل الهروب منهم كلهم وبيبعد أسرته عن الخطر. أما مراته فكانت منزعجة من سرعته، فبيقول لها ده تقريبا سنجاب عدى قدامي فحبيت أفاديه. ودان عرف إن في جهاز مراقبة في عربيته، فبيدخل دان بسرعة على مكان شغله وبسرعة بيقفل البوابات على اللي بيطردوه. وعلشان يخفي العربية عن عينيهم فبيقرر يرفع العربية وهم لسه جواها بحجة إنها محتاجة تغير زيت، ولكن وهو بيعمل كده قدر يحدد جهاز المراقبة ومكانه تحت العربية وبينجح إنه يشيله. وكل ده في نفس اللحظة اللي كان المطاردين معديين من جنبه وبكده ما عرفوش مكانه. ولما جه هال بدأ دان إنه يتكلم معاه عن السرعة وراح مخبي جهاز المراقبة في عربيته من غير ما يحس، ونصحه إنه يطلع بسرعة على الطريق وبكده هيقع المطاردين في الفخ ده. وخلال ال 33 ساعة اللي قبل السفر للاس فيجاس كانت مرات دان وولاده عمالين ينزلوا بوستات عن رحلتهم، وعلشان محدش يكتشف اللي حصل فدان أخد كل التليفونات منهم واتحجج إن دي رحلة من غير موبايلات، ولكن دي حاجة ضايقت الكل لأنهم مش عارفين إنه عايز يتخلص من التليفونات للأبد. ودان رمى الموبايلات والكل منزعج وقال لهم إنه عايز يتخلص شوية من التكنولوجيا في رحلتهم دي، ودلوقتي من غير موبايلات هيبدأوا يعتمدوا على الطريقة القديمة في تحديد الأماكن. وبيساعدوا موظف الرحلات وبيطلع له خرايط قديمة تساعده في السفر وبيطلب منه بطاقته الشخصية، ولكن دان بيقدم له مبلغ كبير وبيطلب منه إنه يحجز لهم أوضة في فندق من فنادق لاس فيجاس. والأول مرة من وقت طويل بتتجمع الأسرة بشكل حقيقي وهم بيغنوا مع بعض أغنية فانيلا آيس بيبي، وكانت بصراحة لحظات ما تتنسيش. في نفس اللحظة دي كان ماكافري دخل بيت دان بنفسه وبيكتشف المساعد بتاعه حقيقة كايل على النت، وبيعرف إنه هو كيل بوي المشهور، وبيأمر ماكافري رجالته إنهم يدوروا على العربية ويمسكوها. وفي الاستراحة كانت نينا واقفة بتتكلم مع كايل عن رأيها في مستقبله في ألعاب النت، وبتتكلم كمان عن صاحبها تريفور. فبيقول لها كايل إنها فقدت شخصيتها الحقيقية بعد ما عرفت صاحبها وإنه كمان بيفتقدها. بس هما بيتكلموا وقفت قدامهم بنت وعرفت كايل وطلبت تاخد صورة معاه. وفي حمام الطريق وقف دان وبيدرب نفسه قدام المراية على إزاي هيعترف لجيسيكا عن حياته اللي فاتت لما كان قاتل، وبصراحة ما كانش عارف هيعمل ده إزاي. وبعد كده بيروح وبيدفع تمن الأوض وبيخرج دان وبيلاحظ إن كايل بيتكلم مع بنت ودي حاجة عجبته، فبيسأل نينا ليه البنت بتاخد معاه سيلفي وليه كمان بتقول عليه كيل بوي أو الولد القاتل. ولما عرف إن ابنه لاعب نت مشهور وإن الصورة دي هتتنشر على النت قال لهم إن كل الأوض محجوزة وإنهم لازم يتحركوا لمكان تاني. وماكافري بيستعين بعصابة راكبة موتوسيكلات علشان يراقبوا دان، ولكن وهم بيمروا على الكوبري لاحظ دان إن في 3 موتوسيكلات واقفة، وفضل دان مشغل لأسرته موسيقى هادية ناموا كلهم عليها. أما هو فبيكون مشغول وبيجهز مسدسه اللي من غير صوت. كل ده وكلهم رايحين في النوم ومش حاسين بأي حاجة. وبيحاول دان إنه يتخلص من المطاردين ولسه أسرته نايمين وراسهم رايحة شمال ويمين زي الكلب الهزاز بالظبط اللي بنحطه في العربيات. وهنا
وهنا اتضرب على مراية العربية نار، ولكنه قدر يتخلص من واحد منهم وقدر بالعافية يتجنب التصادم. والوحيد اللي صاحي كان ماكس، وكان مستمتع بالموضوع كله وبيحاول يساعد باباه بانه يديله ببرونتو كسلاح يضرب بيه. وفي الوقت ده دان بيخبط في تالت واحد وبيخليه يطير بالموتوسيكل بتاعه، ومراته بتصحى مخضوضة ولكن بيقول لها تقريبا كان في حفرة. وبعد كل اللي حصل في الليلة دي وقف دان وغمض عينيه، واخيرا الاسرة صحيت. وعلى بعد نص ميل من الجامعة اللي نينا عايزة تروحها بتجادل تاني علشان تروحها، وجيسيكا بتكون مش مهتمة انها تدخل الكلية علشان تشوف صديق نينا، وبتقول لها ما هو مش ممكن هنقف علشان نشوف تريفور. فبترد نينا بانها عايزة تدخل علشان تشوف الجامعة من جوه. وفي الاخر دخلوا يزوروا الكلية والمكان كان رائع جدا ومليان احتفالات. ودان بيقول لجيسيكا انهم لو عايزين نينا تسمعهم فلازم هم يسمعوها الاول. وبدأت جيسيكا توري نينا ازاي بتكون حياة الجامعة، وبدون قصد واحد من الطلاب كان فاكر ان جيسيكا طالبة معاهم في الجامعة وهي واقفة بظهرها، فطلب منها تيجي تشرب معاه بيرة، وبيعتذر لها لما بيعرف انه غلط وانها طلعت وبتبدأ تستعرض مهارات ايام دراستها الرياضية وتتشقلب قدامهم. والكل كان معجب بده حتى نينا. والسبب الرئيسي اللي خلى نينا تزور الجامعة دي هي ان صاحبها تريفور موجود فيها، فبتجادل اخوها انهم مش فاهمين تريفور، فقال لها احنا فاهمينه ولكن مش حابينه. فبتسأله طب ليه؟ فقال لها من يوم ما عرفتيه وانت شخصية متغيرة جدا، لان هو بيعاملك كأنك لعبة وانت بصراحة تستاهلي الاحسن. واثناء جولتهم جوه الجامعة بيعترف دان انه معجب باداء مراته، وسألها كانت هتبقى حياتها ازاي لو كانت اتخلت عن مسيرتها في الرياضة. وبدأوا يتكلموا ويهزروا ويفتكروا ايام كتيرة عدت بينهم. فبتضحك جيسيكا وبتقول له انها برضه معجبة باللي بيعمله اليومين اللي فاتوا. وهنا بيلاحظ راجل الماني بيتكلم في تليفونه وبيفكر انه ممكن يكون عميل لماكافري، وبيبدأ يتكلم مع الراجل وبيسأله على وظيفته. وهنا لاحظت جيسيكا طريقة كلامهم الغريبة، وبدأ دان يتكلم بالالماني مع الراجل علشان هي ما تفهمش كلامهم. ولما مشيت جيسيكا وسابتهم هنا بقى فتح الراجل شنطته لدان وبيوريه اللي فيها. فسأله دان ايه ده؟ فقال له ما انا قلت لك من شوية، يعني انت منهم؟ فقال له ايوه. ولكن دان هنا بيعرف غلطه لما جه حد تاني هاجمه بشكل مش متوقع. ده كمان بدأوا في ضرب بعض جوه معمل الكيمياء اثناء ما كانت الاسرة بتتمشى قريب منهم جدا. وبعد شوية ضرب كده رجع دان لاسرته وقرروا يمشوا من المكان. ولكن نينا كانت رايحة تشوف تريفور، وهنا بتكتشف نينا انه بيخونها. ولما بتسأله هو انت بتخوني؟ بيبدأ يتفلسف معاها وبيقول لها كلام عن تعدد العلاقات والتحضر، وبيقول لها انا كنت فاكرك متحضرة زيي. وبترجع نينا للعربية وهي مدمعة، فبيحاول باباها يهديها بكلامه، ولكنه بيكتشف انها مش محتاجة دلوقتي محاضرات ابوية خالص. فبيبدأ يعلمها حركات دفاع عن النفس وازاي توجع من غير ما تأذي. وبالفعل بتستخدم نينا الحركات دي وبتطبقها على تريفور وبتخليه يقع ويتألم، وبتاخد له صورة كمان وهو بيصرخ من كتر الألم، وده خلاها فرحانة بنفسها جدا. وبترجع للعربية وهي مقدرة باباها اكتر من اي وقت قبل كده، ده حتى كمان مامتها لاحظت ده. وعلى الطريق بتتجمع الأسرة مع بعض من تاني، وبتشكر نينا باباها وهي بتسوق العربية على انه كان واقف معاها، وبتعرفه انها بتفكر ترجع لشغلتها في التحرير في المدرسة. وبيقول دان لبنته انه معجب بتفكيرها وبشغلها وانه بيشجعها. ده كمان بيناقشها في اعمال كانت كتبتها وقد ايه انبسط لما قرأها، وبيعرفها انه كان معجب بده جدا. واخيرا راحوا الفندق صغير علشان يستريحوا ويتخلصوا من التوتر. وبنعرف ان جيسيكا حابه الجانب العفوي في دان وحاسه بالفرق اللي حصل له، وشك انه كان كده دايما قبل ما يقابلها وانه اتغير بسببها. ولكن دان بيأكد لها انه اتغير علشان ما كانش حابب شخصيته اللي قبل كده. وتاني يوم الصبح اتصل دان على اوجي اللي كان مجهز البطايق الجديده وجاي في طريقه يسلمها لدان واسرته. بس المشكله الوحيده انه لسه ما قالهمش على اي حاجه. واوجي بيقول له طب وانت مستني ايه لحد دلوقتي؟ وبالراحه بيرجع التليفون اللي سرقه لصاحبه من غير ما يحس، وبيحاول يجهز نفسه هيقول ايه ليهم. وبيجي كايل وبيقعد معاه وبيتكلموا اخيرا عن اللي ابنه بيبثه. وبيحاول كايل يشرح لباباه ان دي حاجه الكل بيعملها وقد ايه ده مهم بالنسبه له. وبيقول انه عارف ان باباه شايف ده تضييع وقت، ولكن ده شيء بيقوي العقل وردود الافعال زي المجندين كده في القوات الجويه، وكان عايز يثبت له ده من خلال ممارسه لعبه تيجان الليزر معاه. واقترح كايل رهان انه لو كسب فهيفضل يلعب تاني وتالت، ولو خسر فهيلعبوا كرة قدم في ملعب بيتهم لمدة 6 شهور. واتفقوا على انهم يفوزوا باول 3 تيجان، وده طبعا هيبقى سهل جدا بالنسبة لدان اللي كان قاتل محترف قبل كده. وبالفعل قدر يحصل
يحصل على التاج الاول والتاني، وبيسأله كايل ازاي قدرت تعمل كده، وبيبدأ كايل ينتقم باتنين تانيين وهو بيقلد طريقة دان، وفي النهاية بيفوز دان وبيحس كايل انه مخدوع، ولكن في النهاية الاتنين قربوا من بعض اكتر، وفي طريقهم لفيجاس بقوا فعلا كلهم اقرب لبعض وبيستمتعوا بالرحلة. ولما وصلوا اخيرا لفيجاس قعدوا في واحد من اعلى اجنحة الفنادق في المدينة، وبينزل دان تحت علشان يقابل اوجي اللي بيسلموا البطاقات الجديدة وتذاكر رحلة طيران ذهاب بلا عودة لفانكوفر، وده طبعا مقابل مبلغ كبير جدا. فبيجهز دان نفسه انه يقول لجيسيكا الحقيقة وهم في عشاء رومانسي، والاولاد بيكونوا قاعدين مع ماكس، وطلب منهم ما يسيبوش السويت تحت اي ظرف، وبيعرفهم ان اكلهم كله موجود جوه السويت وما يخرجوش ابدا مهما حصل، ولكن شكلهم كده مش هيسمعوا الكلام. اما رجالة ماكافري فكانوا عارفين بالظبط مكان دان، ولان كايل لاعب جيمز مشهور وبيقترح على نينا زيارة الهايبر جيمنج ارينا، ولكن نينا مش بتكون عايزة تروح مكان مليان بدوشة الالعاب، ولكن ما كانش عندها اي اختيار تاني. وفي الارينا بيقابل كايل لاعب تاني مشهور اسمه ران، وبيعترف ران انه اتفرج على طرق لعب كايل في البث الحي، وبيعرض عليه فرصة انه يقابل فالكايري وناس تانيين. وران حب يتعرف اكتر على نينا وقرروا انهم ما يشاركوش في البطولة، وبتطلب فالكايري من كايل انه يشارك بدلها وينضم لفريقها في نهائيات كاونتر سترايك. ورغم كده رجالة ماكافري بيراقبوه في نفس المكان، وبدأت نينا تحس انها مرتاحة مع ران، وبيعترف لها ان فريق فالكايري ما عندوش فرصة وهيتم القضاء على كل زمايلها في الفريق. وبدأ كايل يقضي لوحده على فريق العدو، ودان بيحاول يقول لجيسيكا الحقيقة جوه المطعم الفرنسي، ولكن كل شوية بيجي الجارسون وبيقاطعهم، وبدأ يهزق الجارسون على المقاطعة دي، وبدأ كمان يكلمه بالفرنساوي، ولكن الجارسون طلع عارف له بس كلمتين فرنساوي مش اكتر. وجيسيكا بتكون مندهشة ان جوزها طلع عارف لغتين غير لغته، ودي حاجة ما كانتش تعرفها عنه. اما دان فبيكون مش لاقي الشجاعة الكافية انه يصارحها بالحقيقة، فبدأ يقول لها بالفرنساوي وهي مش فاهمة اي حاجة، فبدأت تحس ان كلامه ممل ومش مفهوم، فقرر تأجيل الاعتراف شوية وراحوا يلعبوا قمار. وبعد شوية حب انه يتصل يطمن على الولاد، ولكن محدش رد، فرجعوا للسويت من تاني، وهناك انخدعت جيسيكا بشكل العرايس المتغطية على السراير وكأنها ناس نايمين. اما دان فبدأ يطمن، فبتروح جيسيكا على الحمام وبتحاول بعد كده تعمل جو رومانسي مع الموسيقى والدخان الرومانسي، وبفضل الدخان ده يقدر دان يشوف خطوط الليزر ويتفادى الرصاص، وبيمسك كمان ازازة بيرة وبيحدفها وبيضربها بالنار، فبتنفجر في الناس دول وبتبعدهم. ولكن جيسيكا بيتم اخدها كرهينة، ودان بيحط مسدسه على الارض، ولكن سولي بيمسك سكينة وبينادي الراجل على دان باسم شان. وهنا حست جيسيكا بواقع غريب عليها، وبدأ الراجل يهدد دان انه لو عمل اي حاجة هيطلب من زميله يقتل الاولاد، فبيقدر دان انه يقتله هو كمان. ولكن الصدمة بتخلي جيسيكا ترجع وتجري على الأوضة، وبتكتشف ان دول مجرد عرايس نايمة، وبتفتكر جيسيكا انهم قالوا انهم عايزين يشوفوا هايبر اكس، فبتعرف مكانهم. وجيسيكا بتكون مش عايزة تسمع ولا كلمة من دان ولا تبصله، هي بس دلوقتي مش عايزة حاجة غير انها تلاقي ولادها. وفي الجيمنج ارينا انهى كايل لعبته ب30 عملية قتل، فبيوصل دان وجيسيكا وبياخدوهم، وهنا بيحاول دان يقول لهم الحقيقة، فبيفتكر الاولاد انه بيهزر لما قال ان زمايله القدام بيحاولوا يقتلوه، فبيقول لها انا مش بهزر واسألي ماكس، من الاخر انا قبل ما اعرف مامتكو كنت قاتل سري وهربت من الحياة دي ودلوقتي هم لاقوني. فبيفضل الاولاد مش مصدقينه لحد ما حد بيضرب عليهم نار، فبيروحوا وبيستخبوا ورا العربية، وبيقدر دان انه يضرب اللي ضربه. ودلوقتي دور كايل انه يرجع، وبعد ما بيستخبوا منهم بيتكلم دان عن ماضيه كله، بما في ذلك دوره كواحد من عصابة ماكافري المسؤول عن قتل 43 واحد. وهنا كايل بيوصف دان انه منافق، وده لانه منعه من لعبة عنف مزيف، ولكن هو في الحقيقة قاتل حقيقي. ودلوقتي هم فهموا ليه دان ما كانش عايز ابدا يسيب المدينة اللي هم فيها، وليه كمان كان ضد التواصل الاجتماعي، فبدأ يسلمهم بطاقاتهم الجديدة. وبنعرف ان نينا دلوقتي اسمها مولي اندرسون، فنينا بتستغرب من اسمها، واخوها بيقول لها على الاقل عندك اسم حقيقي، ولكن انا دلوقتي بقيت فان، يعني بقيت عربية. وبعد 18 سنة من الكذب بترفض الاسرة الكلام ده، وقررت جيسيكا انها تسيبه خلاص وتتحمل هي مسؤولية الاولاد، وبتقول له انا بقيت شخص غريب اسمه شون، وانت كمان اسمك ارشل اندرسون. فبتتصل بجوين علشان تساعدها، ودان فضل قاعد يحرسهم بره لحد الصبح، وبرغم محاولات دان انه يوضح لها ان ده مش امان وان ماكافري كمان هيطاردهم، ولكن جيسيكا قالت له ابعد انت عننا واحنا هنبقى في امان. ولما
وصلت جيسيكا للمطار اتفاجئت بجوين بتستناها على طيارة خاصة، وبصراحة جيسيكا ما كانتش متوقعة كل ده، ولكن جوين حبت تستقبلها وتاخدها بنفسها. وفي خلال رحلتهم جوين بتحكي لجيسيكا عن جوزها السابق في بافالو، وانهم كانوا مع بعض سنين كتير ولكنه سابها علشان يتجوز واحدة تانية. فبتسألها جيسيكا طب وانتي قابلتيها؟ فردت عليها وقالت لها كان لازم اعمل كده بعد ما عمل الحياة دي كلها مع الست دي، فكان لازم اشوف كان فيها ايه مش موجود عندي. وجيسيكا بتسألها طب وعملتي ايه؟ فقالت لها عملت احسن حاجة اتعملت، قربت منها وكسبت ثقتها واستنيت كتير لحد ما وقعت في الشباك بتاعتي. وهنا عرفت جيسيكا انها المقصودة وحاولت تهرب، ولكن ماكافري موجود معاهم. فبيتصل ماكافري بدان وبيوري له انه اسرته معاه، وحدد معاه ميعاد في فندق مهجور. وبنشوف رجالة ماكافري منتشرين في المكان كله، وبيظهر وهو بيرحب بيه وبيقول له ان الكل موجود هنا. وعنده وصول دان للمكان اللي فيه اسرته بيطلب منه ماكافري يحضنه بسخرية، واتضح انه يبقى اصلا ابو دان. وكايل مندهش وماكافري بيقول له انا جدك يا كايل. وماكافري كان عايز دان يموت لانه اتخلى عنه، ولكن في الكام يوم اللي فاتوا دان قتل كل رجالة ماكافري اللي بعتهم وراه، علشان كده شعر بالفخر بابنه. ودلوقتي ماكافري عايز يرجعه ليه، ولو رجع دان يشتغل معاه فهيسمح لاسرته انها تروح، بس بشرط واحد وهو انه ما يشوفهمش تاني ابدا ولا يتصل بيهم. ولو رفض فاسرته هتموت وما عندوش اي اختيارات تانية. ولما دان بيوافق ماكافري بيؤمر رجالته انهم يوصلوا الاسرة للمطار، وفجأة بتظهر اخلاق الاولاد وبيطلبوا من جيسيكا انها تحمي دان. وبيضغط كايل على زراير الاسانسير بعشوائية، وبيحاول الولاد يقنعوا مامتهم انهم مش ممكن ابدا يتخلوا عن دان. وجيسيكا بتغير حفاضة ماكس وبتحطها في وش الراجل الشرير فبيقع وبيموت. وبيروحوا علشان يرجعوا باباهم، وماكافري بيروح وبيعمل شوية حاجات. اما جوين فبتستخدم اغوائها الانثوي مع دان علشان تغريه مرة تانية ويحبها، وبتتجاهل الفني اللي كان واقف. وفي وقت ما هم دخلوا ينقذوه دان كان بيحاول يخلي جوين تنام والفن يتثبت بمسدس جيسيكا، وبيعتذر دان ليها على انه خبى عنها الاسرار دي، ووعدها كمان انه هيقول لها الحقيقة دايما. وبيقول لها طب انا كنت هقول لك امتى؟ في اول مقابلة ولا التانية؟ ولا لما كنتي حامل في نينا؟ ولا لما الرابع يجي بقى؟ ودان حب يكون الزوج والاب المحب دايما. وفي الوقت ده ماكافري بيلاحظ ان في حاجة غلط. وبالمناسبة الفني ده يبقى واحد من معجبين كايل، وبيحاول كايل يشغل الدرون، وواضح جدا ان دان يبقى شاطر جدا في التكنولوجيا. فكايل بيقول له هو انت مش ضد التكنولوجيا ولا ايه؟ ده كمان بيعرفوا ان الرجالة جايين. فبيقول دان لاسرته يطلعوا على السطح وهو هيتعامل معاهم، وبيقول ان كايل هيبقى عينيه ودانه. وكايل بيستخدم الدرون علشان يقتل رجالة ماكافري وينقل المعلومات لدان اللي بيكون قادر يتعامل معاهم بشطارة رغم عددهم الكبير. وبيلاحظ ماكافري ان الدرون بتساعد دان وبيصحي جون علشان يلاقوا الاسرة، وبيطلب دان من ابوه انه يستسلم وينهي المسألة دي، ولكنه مش بيسمع كلامه. وبرغم ان في 10 رجالة بيضربوا نار من بنادق آلية بس ولا واحد قدر يضرب دان. وجيسيكا بتلاحظ ان الاسانسير طالع لفوق فبتخبي الاولاد وبتضرب نار اول ما الاسانسير بيوصل. ولكن جوين بتظهر بكل برود على الشمال وبتستهزأ بجيسيكا، ولكن هي بتكون عارفة انها عندها مهارة القتال اليدوي فمش واخدة الموضوع بجدية معاها. وبتقول لها هو انت فاكرة انك هتقدري تهزميني علشان واخدالك كام حصة في الكيك بوكسنج ولا ايه؟ انت عارفة كويس ان انا بشتغل الشغلانة دي من الاساس. وكايل بيكون قاعد ثابت جدا وبيشوف ان لسه في 9 رجالة تحت، وبيكون دان قاعد يقتلهم واحد ورا التاني، وده خلى ماكافري فخور بيه جدا. واخيرا بيضرب الطيارة درون. في نفس الوقت وفي معركة القطط الشرسة بتنتصر جوين وبتوقع جيسيكا تحت حجر كبير. وهنا ماكافري بيوقع دان على الارض وبيوجه مسدسه عليه، بس كان عايز يعرف منه ازاي تكوين اسرة خلاه ضعيف كده. في نفس الوقت ده جوين مسكت الولاد وزنقتهم في السور، وده ادى جيسيكا القوة انها ترفع الحجر وتجري عليها، ولكن جوين قدرت ترميها من على السور زي شوال البطاطس. ودان نجح انه يمسك المسدس ويخرج منه الرصاص، علشان كده كان لازم يتقاتلوا بالايد. وقامت جيسيكا ومسكت عصاية وبتحاول تعمل نطة رياضية ولكنها بتفشل فشل ذريع. فبتضحك عليها جوين وعلى محاولتها مرة تانية، بس المرة دي جيسيكا بترمي عليها عصاية زي الرمح وبتيجي فيها. وماكافري بيهزم دان في الخناقة وبياخد مسدس من على الارض علشان يقضي عليه. ولكن بتظهر الاسرة ونينا بتقول لماكافري انها مبسوطة انها لقت جدها اخيرا، وبتقول له اننا ممكن نبقى اسرة طبيعية مع بعض، وانها لما بتشوفه مش بتشوف قاتل محترف ولكن بتشوف
فيه جدها، فبيقول لها هو انت فاكره ان الكلمتين دول هيخلوني اتاثر؟ فقالت له بصراحه انا اتمنى ان دي تكون فرصه ليه انه يعمل اللي هيعمله ده، لان الطريقه دي ادت دان فرصه انه يتصرف. وبالفعل الاسره رجعت مع بعض تاني، وهنا بيوصل البوليس. وبعد 6 شهور نينا بتبقى صحفيه مشهوره جدا وبتقدم تقرير عن عصابه ماكافري. اما دان فبيفتح شركه لتعليم حراس الامن فنون القتال، وبيوظف كمان فيها اوجي، وجيسيكا بقت مدربه. اما كايل فبيكمل في طريق عمل مقاطع الفيديو على النت. وبتستعد الاسره لرحله كبيره هينتقلوا فيها لستانفورد، وبرضه بيتخلوا عن موبايلاتهم في الرحله دي. وايوه انا عارف ان كايل بيلعب دور الشجاع في الفيلم ده، علشان كده سميته صاحب الضربات، علشان اشوف مين اللي هيعلق على الاسم ده. فلو انت استمتعت بالملخص ده فدوس لايك واشترك في القناه علشان يوصلك من عندنا كل جديد اول باول. اشوف بقى وشكوا على خير، سلام.